هذه الطينة وهذه النوعية من المدربين يستلزمها وقت أطول من غيرها من المدربين حتى تفرض فلسفتها ومنطقها وتوصل رسالتها، طريقتها في التفكير أو طريقتها في رؤية كرة القدم إلى اللاعبين. حتى اللاعبين يعني يحتاج إلى لاعبين بخصائص مميزة، بخصائص فريدة، حتى يتأقلمون مع فلسفته ونظرته لكرة القدم. هذا المدرب يجب أن تعطيه موسمين 3 مواسم حتى يرسخ أفكاره ومشروعه. بعدها سنشاهد لمسة الحقيقية بداء من الموسم المقبل. مظلوم إعلاميا لا نسمع به كثيرا في وسائل الإعلام، لا يتم تسليط الضوء على إنجازاته. هو ممتاز جدا، نشوفه يعني التألق تاعه، كل ما تتيح له الفرصة يعني يكون يعني رد فعل من جانب تاعه. لماذا يبتعد عن الأضواء إذن؟ يبتعد عن أضواء لأن ليس دالين يتكلم معه كثير، وكان يمد له نصائح دائما. هناك لاعبين لازم يعني تتكلم معهم بكثير، لازم لكي تحسسهم بالثقة، لأن اللاعب كي يكون شاب وتعطيه له الثقة اللازمة وتعطيه له يعني الدافع هذاك المعنوي راح يعني يمد بزاف. نعم. نقول يعني المدرب اللي كي تشوف السي في ديالو دار مع 5 كيب جو ولا مانيش. لكن هل أفكاره تتماشى مع أفكار الكرة الجزائرية؟ ابري سي الفوتبول سي لونغ يونيفرسال يعني ماهيش. اسمح لي انا كتقول لي محمد دوخني انت اخترت مش ولا دير بالعاني ولا تحب دير شويه التكتوكه. الافكار تاعو سيد خدم بارتو. واش من الافكار؟ عنده افكار تاع كره القدم. انت راك تشوف بلي حنا نفوتوه، حنا رانا كنا والو. كيف هذا افكار تاعو؟ لا ربما ما فهمتنيش. تحيرني انا لما كي نهضر لك تقول لي ما فهمتنيش. لا ربما وقتاش نفهمك؟ يا روح وانا وقتاش فهمك. حبيت نقول لك بانه يقدر يكون مدرب عالمي ومدرب كبير، لكن الافكار تاعو فوق ارضيه الميدان لا تتماشى مع العقليه الكرويه الموجوده في ذلك البلد. دوك لما نعطيك مثال مورينيو مدرب عالمي، اسم كبير، درب ريال مدريد، درب مانشستر يونايتد، درب لكن لو مثلا تديه مجانا الاتحاديه البرازيليه يقول لك لا شكرا. يقول لك لا، هذا المدرب عالمي عنده اسم كبير، مدرب عظيم، لكن هذا المدرب أفكاره فوق أرضية الميدان لا تتماشى مع الفلسفة الكروية البرازيلية. وما يحبوا يلعبوا كرة قدم، يحبوا فنيات، يحبوا اللعب الهجومي. هو مدرب دفاعي. حكيت لك عن هذه الناحية لأني شفته مع المنتخب، ما شفتش كرة هجومية. دوك إلا نجيبوا باش نبقاو نلعبوا بفكر دفاعي نقول لك اوكي بن شيخ، اسمح لي نواصل. نقول لك اوكي. اما تقول لي مثلا من اجل كره هجوميه نقول لك انا ممكن انا مخطئ بن شيخ، انا ما شفتوش في المنتخب يلعب كره هجوميه. هذا ما اردت ان اقوله. احنا ماناش نتكلموا على لو ستيل. انا هذا اللي تكلمت لك عليه. ماناش نتكلموا على لو ستيل دفاعيا. انا جاوبته ميشو قلت له العالم كاع دوك يولي يديفوندي بصح من بعد كاين اللي يهاجم اون كونتر، كاين اللي يهاجم، كاين كل واحد كيفاش. فهمني؟ احنا لا فيدراسيون لازم تجيب مدرب اللي عنده مستوى كرة القدم، مستوى تكتيكمون. فهمني؟ في هذا الباب هذايا يكون تولي عندك فريق وطني اللي تلعب كرة القدم يا ابن عمي. نشوفوا شويه ما نجحناش الخطرين واش عليه نزيدوا منا لقدام. مي يولي عندك قاعده، يولي عندك قاعده. قاسي سعيد انت شفت افكار هجوميه؟ محمد مش عندك لاعبين اولا، اذا ما عندكش ميسي ورونالدو. لا البارح كنا نقولوا باننا عندنا تعداد وعندنا لاعبين في اعلى مستوى. سعود اليك البارح كنا نقولوا هذا الكلام. محمد اولا وين مشى؟ عاود يعني شاف الفريق، عاود وقف على كل صغيرة وكبيرة في هذا الفريق، درس نقاط القوة نقاط الضعف. نشوفوا بلي عدة لاعبين تحروا معاه على غرار بنزيما. ونشوفوا اليوم محمد في المباراة تاع اليوم بالذات قام بتغييرات تكتيكية وقام بتغييرات في المستوى. نعم. وين يعني التغيير الأول تاعه وين كان خروج باش يزيد يعطي قوة أكثر للوسط الميدان الدفاعي. تغييرات في المستوى محمد. نعم. دائما ما تعطي الثمار، دائما ما تعطي التفوق أكيد. أو تكلم حسين على أشياء كانت في بداية الموسم ولكن بعد ما جاء تغير كل شيء، وهذه الأشياء إيجابية، كلها إيجابية وتعد بالفائدة إلى حد الآن. على الآن كل شيء مهيأ، يعني جازوا المرحلة ما قبل الأخيرة، بقت يعني النهائي اللي هيتلعب. نظن أنه كل شيء الآن في يد اللاعبين
والاشياء اللي كانوا ما كانوش يامنوا بها في بدايه الموسم لقاوها الان. ان شاء الله يكملوا في هذه الوتيره، وخاصه يوضعوا الارجل على الارض، لانه هذه النهائيات كما يقولوا فيها مفاجآت كثيره. يعني ما نستهانش بالخصم، لانه خصم قوي ما دام انه وصل لهذا النهائي فعنده مستوى وقادر يحدث المفاجاه ان شاء الله. عندي حاجه خفيفه. انا وش في راسي هاد الناس اللي راهم حاكمين كره قدم في الجزائر، انا على بالي باللي جو سوي سير باش ما نقولها لك، ما نهضر في بلاصتهم، ما يحبوش الكره تتطور في الجزائر وما يحبوش بلادهم. باسكو واحد اللي يحب بلادو، اللي يحب حاجه يخدمها من قلبه ويدير كاع، باسكو نهضروا لوجيك. راهي الدوله تدعم في اسمه تدعم في الكره اموال طائله. انت ايكيب صغيره كاع كيما تصرف 40 مليار في العام، 30 مليار اليوم انت، وما كاين حتى فايده. ما كاينش جوار، وكان ماشي زعما شغل اليو اس ما راحوا فينال، ما كاش ولا لاعب، ونقولوها ما كاش لاعب يقدر يلعب في فريق وطني. بالك واحد ولا زوج في البطوله كاع الوطنيه، اموال طائله تصرف. سي با نورمال. الناس هذوما فيقوا شويه، وما يكون عندكم حب تاع وطن، حب تاع خدمتك. تحب خدمتك ومد اخدم من قلبك. ما غدوه ان شاء الله تغلط، باسكو كاع نغلطوا. مي حنايا كارثه راك تشوف نديروا فار ومن بعد نحبسوه ومن بعد عيب. الناس غير تطور، الناس راك تشوف سعود تهضر على السعوديه رضوان. علي بالشيخ، الناس تخدم راهي تتطور. احنا حتى المدربين تاع المنتخبات الشبانيه تعطلت الامور ولم يتم الاعلان عن الطواقم الفنيه. سقسي لي دار عمارة شرف الدين بريزون فاف، ومن بعد تنحى في سنه، ومن بعد خيروا هاد لا فيديراسيون. انا هذه ما تسقسينيش عليها. تشوف العربيه السعوديه تفوز على منتخب فرنسي يكون شبان، اعتقد بانه خطر كبير علينا الان، اننا رانا بعاد كثير. الخطر صافي لونطون كاين الخطر كي ولا ماهوش فوتبول. او قالها مناد سليم مناد، نعم، هو كان في لي سيليكسيون والو انا عارفين كاع، ما ملي بيع الدخان الاول صغير برا على بالو. على كل حال مي واش قال؟ كي سالتوه قال لك ولاو يديروا الستاتيو تاع انترناسيونال الناس ولا تبزنيس من الفوق للتحت. قال كي ولا شفت واش قال لك؟ قال لك ولا كلامه ولا تبزنيس من التحت للفوق. خلاص ما بقاش كرة القدم. مش فلاش من با تحقيق ولا والو. ديروا لايك متابعينا الكرام، اكبر عدد من اللايكات والبارطاج بالاضافه الى الاعجاب والتعليقات اسفل الفيديو باش اننا نوصلوا هذا الفيديو الى العالم وكذلك الى الاعلام العربي والعالمي، باش ان هذا الفيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بالاضافه الى انكم تعبروا على الاراء ديالكم حول هذا المقطع الفيديو في التعليقات اسفل الفيديو. وكنشكركم على المتابعه الدائمه للقناه والتفاعل مع الفيديوهات السابقه والقادمه ان شاء الله. وغادي نوعدكم اننا غادي نقدموا افضل منتوج كروي في المملكة المغربية، وكذلك لنظهر به تطور المملكة المغربية في مجموعة من المستويات كرويا رياضيا اجتماعيا وسياسيا. متابعينا الكرام كنشكركم بزاف على المتابعة، والى فيديو قادم ان شاء الله.